ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده تورته الفادج الجميله اللي قدامكم دي بطريقه سهله جدا وبسيطه، والتزيين زي ما انت عايزه. انا بديكي مجرد افكار مش اكتر. شايفين شكلها حلو ازاي؟ يلا بينا ندخل ونشوف هنحتاج للوصفه دي ايه معانا. معانا هنا دقيق متعدد الاستخدامات، ومعانا كمان كاكاو. انا نخلتهم مع بعض وحطيت عليهم البيكنج باودر وذره الملح وسبتهم على جنب. معايا كمان بيض بدرجه حراره الغرفه، ومعايا سكر ناعم، وكمان معايا فانيليا، ومعايا زيت. الزيت دوت هحطه على النار مع المية بتاعتي وهحطهم يغلوا عشان هنستخدمهم اخر خطوة. تمام. اول حاجة بقى هاخد معايا السكر. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي عادي، وتقدري تستخدمي المضرب الكهربائي. انا بالنسبه لي استخدمت المضرب الكهربائي. تمام. هنزل بالبيض على السكر على الفانيليا، وبحط هنا معلقه حلوه كده من الفانيليا السايله. تقدري تستخدمي فانيليا باودر، مفيش اي مشكله. هجيب بقى الخل بتاعي، احط كمان معلقه بتدي هشاشه حلوه جدا للكيك، وكمان بتتفاعل لما بحط الكاكاو وبحط البيكنج صودا، بتشغلها حلو جدا. هضرب بقى الكلام ده كله لحد لما الخليط يبقى زي ما انتوا شايفين كده يفتح، والسكر يدوب تماما. شايفين الخليط معايا بجد كده بقى هشش جدا جدا وتضاعف حجمه كتير جدا. هبدأ انزل بالمكونات الجافة زي ما قلت، الدقيق على الكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا وذرة الملح، وهبدأ اضرب الكلام ده كله، وهسيب لك المقادير بالتفصيل في اول تعليق او في صندوق الوصف. هبدأ اضرب زي ما انتوا شايفين كده. الخليط معايا تقيل، مفيش اي مشكلة. هنا بقى الخطوة اللي بعد كده هي خطوة الزيت والمية. هحطهم على بعض زي ما انتوا شفتوا كده في حلة او في كازرولة على النار لحد لما يغلوا، وهنبدأ اول ما يغلوا هننزل بيهم على الخليط وما نقلقش خالص. انا عملت معاكم الفادج قبل كده، مفيش اي مشكلة بنفس التكنيك، بس هنا المقادير مختلفة. بالنسبة للبيض بتاعي هنا المقادير هنزلها لك زي ما قلت في صندوق الوصف. هنزل بقى شوية شوية كده من المية المغلية بتاعتي، وابدأ اقلب علشان نحصل على القوام الكيكي المظبوط. خلاص كده انا نزلت كل كمية المية المغلية مع الزيت. هقلبهم بقى كويس جدا جدا بالمضرب كده، وهضرب كويس قوي كده. الخليط معايا كويس اهو تمام. في اللحظة دي بقى انتي تقدري زي ما قلت لك تستخدمي المضرب السلك، مفيش اي مشكلة خالص. زي ما تحبي. الناس اللي ما عندهاش مضرب كهربائي تقدر تستخدم في الوصفة دي المضرب السلك. وانا عملت الفادج الاولاني معاكم بالمضرب السلك. عندي بقى صاج مقاس 30 في 40، هبطنه بورقة زبدة، وهبدأ انزل بالخليط بتاعي وافرده في الصاج كده. وطبعا انا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 اول ما بدأت اشتغل في الكيك بتاعي. تمام. نزلت بقى كل الخليط اللي عندي في الطبق بتاع العجين بتاعي بنفس الشكل كده، وهبدأ بالراحة افرد الصاج بتاعي كده، العجين دوت كده او الكيك بتاعتي فردته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى خلة الشيش طاووق كده، وابدأ اعمل دوريات كده دايره من دول عملتها مع بعض قبل كده عشان نطلع اي فقاقيع للهواء بدل ما نضرب الكيك، ودي بتدي نتيجة حلوة قوي. هاخد بقى الكلام ده كده كله، وزي ما قلت احنا مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هحطه في الرف اللي في النص لحد لما يستوي. طبعا قبل ما بخرجه بختبره بخلة شيش طاووق. تمام. الفاجي بتاعي حلو جدا معايا اهو. هجيب بقى اغطي الوش بتاعه بالطريقة دي كده، وهبدأ اسيبه لما يهدى شوية، وهقلبه علشان اشيل ورقة الزبدة اللي من تحت، وابدأ اشوف الخطوة اللي بعد كده. هقلب الكيك بتاعي بالطريقة دي على صاج تاني، وهشيل كده. بجد الكيك بتاعي هش جدا وريحته تحفة وطعمه جدا والمسام بتاعته حلوة قوي. هشيل الورقة بالشكل دوت، ورقة الزبدة اللي من تحت. شايفين لونه وقوام تحفة. هسيبه بقى لما يبرد تماما عشان ابدأ اشتغل فيه. لما يبرد هنبدأ نقطع الكيك بتاعنا. انا هنا هستخدم للتورتيه بتاعتي هعملها طبقتين فقط. يلا نشوف الخطوة اللي بعد كده. عندنا للكريمة معانا سكر. طبعا الكريمة بتاعتي من غير سكر، كريمة خام. فانا بحط السكر وبحط المية، والمية بتاعتي هنا بتكون مية متلجة من الفريزر. تمام. هبدأ بقى احط كمية السكر على كمية المية، وزي ما قلت لك هسيب لك المقادير بالتفصيل في اول تعليق او في صندوق الوصف. خلاص انا ضربت بقى، حسيت ان السكر داب كده 75%. هبدأ انزل بكمية الكريم شانتيه بتاعتي، وهبدأ اقلب كويس جدا جدا لحد ما القوام يتقل معايا واحصل على القوام المظبوط.
زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لتعزيز الطعم انا بحط معلقه كريم باستري في الحاجه. هنزل بقى بربع كوبايه من الجناش الاقتصادي، وان شاء الله اسيب لكم لينك الحلقه القديمه، وهنزل لكم ان شاء الله فيديو تاني بالجناش الاقتصادي. يبقى قدامكم حلقتين عشان تعزز الطعم كده وتديني بقى الطعم الحلو. تقدري لو ما عندكيش ده تستخدمي نوتيلا او تستخدمي كاكاو، لو عايزه تعززي الطعم اكتر ممكن تحطي معلقه كاكاو. ضربتهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده بقى عندي كريمه شوكولاته حلوه قوي جاهزه. هبدأ بقى اعمل الخطوة اللي بعد كده، وهي الفودج بتاعي. هجيب الكيك الفودج وهقسمه نصين بالطريقة دي. هبقى عندي المقاس بتاعه هيبقى 30 في 20. وهجيب بقى خليط التسقية بتاعي اللي هو عبارة عن معلقتين كبار من الجناش الاقتصادي على نص كوباية مية. تقدري تستخدمي نوتيلا او تستخدمي كاكاو محلى اللي هو النسكويك. تمام كده هسقي كيك الفودج بتاعي. وكيك الفودج بتاعي لازم يتسقي حلو جدا عشان تاخدي نتيجه حلوه. شايفين ارتفاع الكيك حلو ازاي، وكمان المسام بتاعته تحفه. وعايزه اقول لك طري وهش جدا بجد، جربيه ان شاء الله ومش هتندمي. سقيت الكيكه بتاعتي بالطريقه دي. هاخد بقى الكريمه بتاعتي وبضربها بقى طبعا ضربتين حلوين كده بالسباتشولا علشان اخرج اي هواء، عشان ما تعمل الكريمه بتاعتي ما تخرجش وميبقاش فيه كوكاكيع في الكريمه كده فقاعات كده، لا. هبدا بقى انزل بطبقه حلوه كده واجيب السباتشولا وابدا افرد على سطح الفودج بتاعي الكريمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالراحه خالص. وانا عندي بقى سويت السطح كده بالطريقه دي. عندي بقى شويه مكسرات، عندي لوز، عندي بندق، فرمتهم كده نص فرمه وهبدا انزل بيهم. دي خطوه اختياريه، تقدري ما تحطيش مكسرات، تقدري تحطي بدلها شوكولاته لو انت حابه تحشيها، تقدري تحطي بسكوت اوريو مكسر، فلوتس، اي حاجه. تقدري ما تحطيش حاجه خالص. هبدا بقى اجيب معلقتين برضو كده حلوين، طبقه حلوه كده من الجناش الاقتصادي بتاعي، وابدا احط خطوط كده عشوائيه بتدي طعم حلو قوي قوي للكيك بتاعي والكريمه بالشكل ده. وكمان هبدأ اجيب معلقة من الكريم شانتيه احطها كده فوق في النص كده، علشان خاطر اقدر لما احط طبقة الكيك التانية تنزل وتلزق معايا بمنتهى السهولة. هحط بقى الكيكة التانية وهجلس التجليس العادي جدا، وهحطها في الفريزر لمدة ساعتين، وارجع اوريكم الخطوة اللي بعد كده. وده الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفريزر ساقع. وطبعا الجناش عندي بدرجة حرارة المطبخ. هبدأ انزل بيه كده بالشكل ده واغطيه، وهفنش التورتايه بتاعتي بتفنيش بسيط جدا، وهرجع اوريكم شكلها النهائي. وده شكل التورتايه النهائي. عملت روزيتات كده من فوق على سطح الكيكه بتاعتي بعد ما طبعا حطيتها في الفريزر تسقع عشان الروزيتات ما تنزلش، وعلى الحروف كده روزيتات بسيطه. كان عندي شوكولاته بالحليب، عملت منها بارات صغيره، وعملت شكل الشوكولاته اللي انتوا شايفينها دي. وعندي وحدتين اوريو، وعندي دست ذهبي. بدات الون الشوكولاته بتاعتي، والون واحده كده من الاوريو. حطيت الشوكولاتات البسيطه دي، ودي كانت تورتايه الفاج السهله البسيطه بمكونات بسيطه قوي قوي. اتمنى يا رب يكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم.